إذن أصبح مقياس العراك السياسي هو أمر طبيعي، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ظهر في بيئة كان فيها يسود فيها أفكار ومعتقدات تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، تخالف الفطرة، فكانوا يعبدون الأصنام وقد ارتضوها، وكان لهم مجلس منتخب، وكان لهم دار الندوة يجلسون فيه كبار قريش، بل إن كانت الزعامة في جزيرة العرب لهذا المنتدى أو لهذا البرلمان. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج بمفرده ليبين الحق ويبطل الباطل. فجلس صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن يدعو إلى المبادئ الذي يجب أن يلتزم بها العباد. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج بمفرده وهو أمة، والآن الإسلام انتشر في أقطاب الأرض وفق هذا المبدأ. إذا ما ندعو له سواء كان لجميع التيارات السياسية هو أن يتذكروا، وخاصة في دولتنا ولله الحمد نحن مسلمون جميعا، إذن لا بد أن ننتهج ونتحاكم إلى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.